عايز كمبيوتر ولفيت كتير ورحت اماكن كتير وسمعت اسعار كتير وامكانيات مختلفة وحسيت انك هيتنصب عليك ومحتار تشتري ايه ومش عارف ايه الامكانيات اللي ممكن تناسبك؟ احنا في اي ستور وفرنا عليك كل ده وهنساعدك في اختيار الجهاز المناسب لكل احتياجاتك، وعندنا افضل اجهزة في مصر انت اول واحد يشتغل عليها. ومش بس كده، ده افضل سعر وافضل ضمان وافضل خدمة ما بعد البيع. انا ايمن عزب ودي قناة AI Store Computer Service. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لو أول مرة تشوفنا فاحنا بنقدم أقوى محتوى عن بيع الأجهزة الاستيراد وبنساعد العميل في إنه يختار الجهاز الأنسب لكل احتياجاته. لو عجبك المحتوى ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش كل العروض الجديدة. وفي البداية كده حابين نشكر كل الناس اللي بتدعمنا سواء بلايك أو كومنت أو حتى شير، وعايز أقول لكل الناس إن 1/10 اللي جاي هيبقى عيد ميلاد AI ستور وهنعمل لحضراتكم مفاجآت تليق بحضراتكم إن شاء الله. عرض النهاردة هو على جهازين من أقوى الأجهزة الاستيراد القوية وفي نفس الوقت اقتصادية، بتدينا أداء محترم جدا جدا وكل جنيه بيتحط فيها بيتحط في مكانه. وأكيد أنت مش هتشتري كل يوم، فعايز حاجة تكون كويسة تكفي كل احتياجاتك. وفي البداية كده حابين نعرف الناس ونأكد المعلومة يا جماعة، احنا ما بنشتريش اجهزة شغالة في مصر او من مصر هنا. احنا كل الاجهزة اللي عندنا حضرتك اول واحد بيستخدمها في مصر، عشان بيجي لنا تليفونات رهيبة جدا جدا وكتير ان احنا نشتري سايبرات بتصفي او شركات بتصفي. يا جماعة احنا ما بنشتريش شركات بتصفي ولا سايبرات بتصفي، احنا العميل اللي بيشتري مننا عارف ان هو اول واحد يستخدم الجهاز في مصر. والناس اللي عايزة تقسيط، التقسيط موجود بفيزة المشتريات يا جماعة، مفيش اي مشكلة. وفي الفترة الاخيرة اتسألنا في الكومنتات كتير جدا 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 على اجهزة تكون اقتصادية وفي نفس الوقت تكون قوية جدا وفي نفس الوقت تدينا اداء محترم جدا سواء في مونتاج او في جيمز او في اي حاجة. وفرنا لحضراتكم النهارده ال HP تاور ورك ستيشن زد 240 عليه بروسيسور كور اي 5 من الجيل السابع رقمه 7500. ده بيبقى السرعه بتاعته او التردد بتاعه او الجيجا هرتز بتاعته بيبقى 3 و4 جيجا هرتز، والماكس تيربو بيوصل ل 3 و8. الجهاز عليه رامات 8 جيجا DDR4 وبيشيل معانا لغايه 64 جيجا رام، وكمان عليه هارد HDD 500 جيجا، وفي مدخل هاردات NVMe الفئه الاحدث في الهاردات اللي هو الانفيمي، وعليه باور سبلاي محترم جدا 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 400 واط فعلي 400 واط. والجهاز ده فقط وحصري لعملاء شركة AI ب 5500 جنيه بس حتى نفاذ الكمية. ولو وصلت لغاية هنا في الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش كل العروض الجديدة. طبعا يا جماعة والاجهزة على وضعها كده بتشغل معانا بابجي على 30 فريم، بتشغل معانا المونتاج، بتشغل معانا الفوتوشوب، ممكن تشغل معانا الاوتوكاد لو هو اصدار قديم شويه مفيش اي مشكله. طيب دلوقتي انا عايز احط كارت شاشه عشان الجهاز يديني اداء قوي. وفرنا لحضراتكم الكروت الاقتصاديه اللي بتشغل. طب ايه الكروت الاقتصاديه اللي بتشغل؟ بدايتك يا باشمهندس من ال1 جيجا DDR5 مش من ال2 جيجا DDR3، لان في فرق. ال1 جيجا DDR5 اقوى من ال2 جيجا DDR3. اول كروت معانا حاجات محترمه جدا جدا، 1 جيجا DDR5، وموجود عندنا 2 جيجا DDR5 ما شاء الله. جايبين لحضراتكم تشكيله محترمه جدا من الكروت. عندنا 4 جيجا DDR5 RX 570 4 جيجا DDR5، موجود عندنا 8 جيجا DDR5 RX 580 سفاير، وموجود عندنا للناس المهندسين واخواتنا اللي بيشتغلوا اديت وجرافيك النفيديا كوادرو كي 5200 8 جيجا DDR5. طبعا كل الكروت اسألونا في الكومنتات وهنجاوب على حضراتكم بأسعار كل الكروت مفيش أي مشكلة. ندخل على العرض الثاني اللي هو على نفس الجهاز كور اي 5 من الجيل السادس. نقول اسم الجهاز الأول عشان الناس بس ما تتلخبطش، HP زد 240 تاور ورك ستيشن، عليه بروسيسور كور اي 5 من الجيل السادس رقمه 6500. التردد بتاعه او الجيجا هرتز بتاعته او السرعة بتاعته 3.2 جيجا هرتز، والماكس تيربو بيوصل لغايه 3 و6. عليه كمان رامات 8 جيجا DDR4 وبيشيل معانا لغايه 64 جيجا رام. الناس تركز عشان بس ايه الفرق ما بين العرضين هنقوله مفيش مشكله. عليه كمان هارد HDD 500 جيجا، وعليه مدخل هاردات NVMe وباور سبلاي فعلي 400 واط. والباور ده 400 واط فعلي من اقوى الباورات في الاجهزه الاستيراد، بيشيل معانا لغايه RX 590 اللي بياخد 180 واط لوحده. فما شاء الله حاجه محترمه جدا 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 يعني.
الجهاز ده يشيل معانا RTX 2060، يشيل معانا 1660 سوبر، يشيل معانا RX 590، RX 580، بيشيل كميه كروت محترمه جدا جدا جدا. العرض الثاني قلنا كور i5 6500، رامات 8 جيجا DDR4، وهارد HDD 500 جيجا، وباور سبلاي 400 واط. العرض ده فقط وحصر لعملاء شركة AI ب 5000 جنيه بس حتى نفاذ الكمية. وما شاء الله يا جماعة، ما شاء الله الله أكبر، الكمية جاية المرة دي حوالي 100 مكنة فابريكا. اللي هياخد من الشغل ده هيدعي لنا بما يرضي الله. وطبعا كل الاجهزه اللي عندنا متاح تعديل الامكانيات حسب رغبه حضرتك، مفيش اي مشكله. تشيل هارد تحط هارد، تشيل رام تحط رام، تزود كارت، مفيش اي مشكله عندنا، احنا تحت امر حضراتكم. ولكل اخواتنا وحبايبنا اللي بنشحن لهم في كل المحافظات وبنتشرف ان احنا بنشحن لهم في كل المحافظات، حضرتك بتبعت لي 200 جنيه جديه شراء على الارقام اللي موجوده على الشاشه دلوقتي، وبتديني الاسم والعنوان ورقمين تليفون، واحنا هنا دورنا بيجي بنجهز الجهاز لحضرتك بالامكانيات المطلوبه، وبنبعت لحضرتك فيديو بعد ما الجهاز بيخلص بالويندوز بالتعريفات بالبرامج بكل حاجه بحاله الجهاز كمان، وبتدفع باقي ثمن المنتج مع مندوب شركه الشحن عند الاستلام. طيب لكل اخواتنا وحبايبنا اللي موجودين في محافظه سوهاج، حضرتك للاسف شركه الشحن ما بتشحنش بمقابل لسوهاج، يعني حضرتك مش زي باقي المحافظات بتبعت 200 جنيه وعند الاستلام بتدفع الباقي. لا، حضرتك بتدفع ثمن المنتج كامل، وبتدفع عند الاستلام من مندوب شركة الشحن فقط، يعني بتدفع الشحن فقط عند الاستلام. وده غصب عننا لان سياسة الشركة هي كده يا جماعة، واحنا مش اول مرة نقول كده في الفيديوهات بتاعتنا، احنا مضطرين ان احنا نعمل كده عشان بس دي الشركة الوحيدة اللي بنثق فيها ان الحاجة بتوصل سليمة، لان جربنا شركات تانية والناس بامانة راحت لها الاجهزة مكسورة، واحنا للاسف تحملنا تكاليف ده لان العميل ملهوش علاقة بالموضوع دوت ان الجهاز جاله مكسور او لا، دي مسؤوليتنا احنا، واحنا اللي بنقفل الاجهزه بتاعتنا في كراتين عشان نحافظ على حاجتنا وعلى حاجه الناس. ولكل اخواتنا وحبايبنا اللي عايزين ينورونا هنا في الفرع، احنا عنواننا في القاهره الزيتون، شارع ترعه الجبل، امام مسجد الظواهري بجوار فتح الله جمله مارك. احنا ضمننا 3 شهور استبدال من تاريخ الشراء، وحتى لو واجهتك مشكله، حتى لو ضمانك خلص، احنا بنساعدك في حلها. ومتوفر عندنا في العروض اللي جايه HP تاور ورك ستيشن زد 230، HP تاور ورك ستيشن زد 440 باختلاف البروسيسورات اللي بتركب عليهم. موجود عندنا شاشات 22 23 24 27، ومتاح كمان اكسسوارات بجميع انواعها بفضل الله. ما شاء الله احنا بنحاول ان احنا نكمل شغلنا للناس، ان العميل يخش عندنا يشتري الجهاز والشاشه والاكسسوارات وكل حاجه. وزي ما احنا متعودين في كل الفيديوهات نشوف حاله الاجهزه من جوه، وتضمن ان الجهاز ده لم يستخدم في مصر وحضرتك اول واحد يستخدمه. طبعا يا جماعه دي حاله الاجهزه اللي عندنا. طبعا الجهاز بيتوفر فيه 4 سلوت رام، 2 ابيض و2 اسود. بيتوفر على الجهاز الهارد، مكان الهارد الانفيمي اللي هو هنا، وطبعا بيركب هنا، والجهاز بيبقى جاي حتى بالمسمار بتاعه. عندنا 2 PCI اكسبريس للناس اللي عايزه توصل كروت شاشه. باور سبلاي فعلي هجيبه في نص الشاشه اهو، باور سبلاي فعلي في نص الشاشه اهو، 400 واط فعلي، طبعا 80 بلس بلاتينيوم، وده حاجه محترمه جدا. عندنا هنا بيبقى فيه ركات الهاردات. الجهاز عندنا متوفر فيه 4 ساتا، 2 هنا هم، وطبعا بيبقى فيه 2 هنا هم، يعني بيشيل معانا 4 هاردات غير الهارد الانفيمي. ما شاء الله حاجه محترمه جدا. الاجهزه حضرتك اول واحد يستخدمها في مصر. طبعا الجهاز بيبقى فيه من قدام 4 USB، منهم 1 فاست تشارج اللي هو معمول عليه علامه الكهرباء اللي هنا دي. ونشوف حاله الجهاز من ورا. طبعا مخارج الجهاز من ورا بيبقى فيها الBS2 اللي هو مفيش حد بيستخدمه النهارده ده، وطبعا مدخل اللان، وفي 2 USB 2 و2 ديسبلاي بورد، ومدخل الDVI، و4 USB 3، ومدخل السماعات. وما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين حاله الاجهزه محترمه جدا جدا جدا. وانتظروا مزيد من العروض اللي تليق بحضراتكم بامر الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.